السلام عليكم حبيبتي الغاليات، أهلا ومرحبا. إن شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحة وعافية يا رب. اليوم جينا بوصفة الرشطة، وصفة تقليدية. لما نقولوا المناسبات الدينية نقولوا دائما الوصفات التقليدية. رايحين اليوم نخدموا مع بعض حبيبتي، يعني عجينة الرشطة، يعني كل أسرارها كيفاش تجيكم مرقة وما تتعجنش، تجي رقيقة ما تنشفش معاكم، حتى في طيابها كيفاش تجي بنينة. راح نشوفوا كامل لي زاستيس، تدابير، يعني خطوة بخطوة. يلا حبيباتي مع بعض باش ما يجيناش الفيديو طويل، نشوفوا يعني واش نحتاجو في عجينة الرشطة. عندنا رايحين نديرو اليوم يعني كمية قليلة، فقط يعني باش نشوفوا طريقة التحضير. انا عندي خدمة من قبل كمية، عندي 3 كؤوس من هذا الكاس يعني المعروف. رايحين نعملو 3 كؤوس لهنا منهم تقريب يعني أرطل سميد. هذا السميد يعني تخيفين، راكم تشوفوا باللي هكذا هكذا. نقرب لكم الكاميرا هكذا، يعني السميد تاع اللي نخدموا به المطلوع ولا نخدموا به خبز الدار، يعني يجي رقيق. يعني باش نزيدو نخرجوا هذاك الغليت عفوا اللي في السميد، نزيدو كذلك كاس طحين ابيض او فرينه. هذو حبيباتي هذا واش نحتاجو. عندنا هنايا تقريبا يعني كل كأس نعملو نصف ملعقة من هذا المغرفة تاع الديسير. هذه وحدة، 2، 3 هكذا. هكذا باش تجيكم يعني في عبرها، لا تجي يعني مالحة كثير ولا تجي ناقصة ملح. هذا واش عندنا، يعني عندنا بهذا الكاس نعبرو الماء. الماء تعرفوا بما تعرفوا اخواتي انه العجينه تاع الرشته تجي شويه قاصحه، يعني تجي شويه يابسه، ما تجيش متلوقه كيما تاع المسمن ولا تاع المحاجب. خلوها شويه ناشفه. رايحين نعبروا بهذا الكاس شحال نديروا ماء هكذا. هذا الكاس الاول، يعني نعجنوها ونشوفوا اسكو تدينا كأسان، يعني 2 كؤوس ولا كاس ونص. رايحين دركا هكا على المباشر، راني مخليه الفيديو على طبيعته، يعني نشوفوا. هاني كملت الكاس الاول، مازال ما تلمتش معانا. هكذا هكذا نزيدو كاس ثاني، هكذا كاس مملوء هكذا باش نعرفوا العبر. هكذا شوفوا تقريبا هاو الكاس الثاني راني زدتو هكذا. شوفوا شحال بقى منه، نظن يكفي، نظن يكفي هكذا. شوفوا حبيبتي راني خليه الفيديو على طبيعته. شوفوا انا الغلطه اللي درتها، يعني هذه تعتبر تدبيره. راكم تشوفوا باللي زدت شويه في الماء، راكم تشوفوا باللي شويه يعني جرات معايا العجينه. هنايا كيفاش لاستيس كيفاش يعني راح نزيدو نص كاس من السميد. راح نزيدو نص كاس من السميد هكذا، نعاودو نشربوا العجينه باش تجي معنا شويه قاصحه، لانه هكذا راكم تشوفوا باللي جرات معايا شويه. وهكذا عجينه الرشته يعني ماشي حتصلح معنا وراح تجينا شويه تتعجن. على هذا يعني هذه استيس، راني مخليه الفيديو على طبيعته. راح نزيد شويه كاس تاع سميد، ولا تحبوا فرينه زيدوا فرينه. هذه هي يعني نشفوها شويه ونوريكم القوام المطلوب. هكذا حبيباتي شوفوا تقريبا، يعني انا كي زدت لها شويه في كميه الماء، تقريبا زدت نص كاس تاع سميد هكذا. يعني ما تزيدوا ولا قطره ماء، هذاك السميد هو اللي ينشف لكم العجينه. يعني شوفوا، يعني شوفوا الفرق، يعني ما قبل كيفاش كانت شويه جاريه ودركا بدات تنشف معنا هكذا. يعني نحاولوا نعجنوها بيان. هذاك الخديم تاع العجينه اللي نخدموها يعني بيان، هي اللي تعطينا هذاك ما تكسرش معنا يعني الرشطه، تجي خيوطه هكذاك طوال.
يعني الخيوطه تاعها يجوا طوال ويجوا سوبل، يعني ما يتكسروش معنا. هذا الخدمه اللي نخدموا العجينه مليح. هذه ندلكوها حتى تخرج كامل هذاك البريتان تاعها. راكم تشوفوا يعني شحال راهي ناشفه. يعني هكذا راني كملت هذاك نص كاس اللي زدته. هذه تتبيره للمبتدئات، يعني لو كان العجينه يغلبك شويه الماء وتزيدي لها شويه ماء، يعني ما ترميهاش، فقط عاودي زيدي شويه سميد ولا دقيق هكذا وزيدي نشفيها. راكم تشوفوا، شوفوا شحال راهي ناشفه معنا هكذا. هكذا انا نستمر، يعني نبقى نخدم فيها هكذا، يعني من 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه، وانتي تدلكي فيها وانتي تخدمي في العجينه هكذا، باش كي تجي تحليها في ماشينه الرشطه ما تغلبكش وتتحلك فاسيلمون، يعني وما تتلصقش معاك وما ديرش هذوك العجاج تتعجن معاك. يعني السر راهو كامل لما نخدموا العجينه بيان. هذه نرجعوا بعد قليل. شوفوا يعني بعد ما خدمت العجينه يعني شحال ولات ملساء، خدمتها يعني اكثر من 10 دقائق، يعني دلكتها مليح، خدمتها مليح. خذيت كامل وقتي وانا ندلك فيها هكذا. يعني هنايا نقسموها هكذا، يعني على كرات هكذا. هكذا نعملوها في كيس بلاستيكي، نخلوها كذلك ترتاح، يعني من 10 دقائق حتى لربع ساعة، يعني ممكن حتى ليلة كاملة. اللي ما كاينش مزروبة عليها ممكن تخليها حتى ليلة كاملة هكذا. هكذا نديروها كرات، يعني كل ما تخلوها تاخذ وقتها في الراحة راح تعطيكم الطوع، ورايحة يعني تعطيكم نتيجة رائعة. هذه حبيبتي هكذا، يعني كرات انتي على قد ما تقدري تفتحي، يعني ولما تفتحيها هذوك الشرائط يعني تقدري الا ما الماشينه تاعك صغيره كيما تاعي تقدري تنقصي في الشرائط هذوك وديري على قدر واش تقدر تخرج لك العرض تاع الماشينه. هذه هي هكذا حبيباتي، نعملوها في كيس بلاستيكي ونخلوها ترتاح، ما يهمش الحجم، ما يهمش الوزن تاع الكرات. هكذا عندنا كيس بلاستيكي هكذا، نعملوها في كيس بلاستيكي نخلوها ترتاح بضع دقائق، يعني كي نشوفوا العجينه طابت معنا وارتاحت بيان راهي تبان هكذا، نخلوها ترتاح ونعاودوا نرجعوا ومن بعد ان شاء الله. بعد ما ارتاحت لنا العجينه، يعني هذه عملناها في كيس بلاستيكي، شوفوا بسم الله ما شاء الله، يعني حتى لصقت في بعضها تاع الموطرات. هذه هي هكا. نجيبوا كرة، يعني نستعين دائما بالطحين الابيض ولا فارين القليل من الفرينه هكذا. نجيبوا حلال، كانوا الناس بكري يسموه عود الرشته، يعني هذا هو عود الرشته الحقيقي، هذا راه قديم عندي ياسر ياسر، هذا عود الرشته من بكري نخدم به. هكذا نفتحو يعني نعاونوا لا ماشين تاعنا، نعاونوا نفتحوا لها شويه، ما نديروش مباشره باش ما تفسدناش لا ماشين تاعنا هكذا. يعني انا لما نحل بالحلال هكا العجينه نبدا مباشره في رقم 4، بعدها يعني رقم 4 نروحوا لها شويه رقيقه، بعدها نروحوا مباشره للرقم الاخير، يعني هذا كي نفتحوها هكا شويه نساعدوا روحنا بالحلال هكذا. يعني دائما نستعين بلا فارين هكذا، ندير لها كميه مليحه من الفرينه هكذا كما راكم تلاحظوا. نقسموا هذه القطعه العجينه هذه نقسموها يعني على 3 قطع، اما بما انه انا الماشين تاعي صغيره هكذا فما تفوتليش قطعه كبيره، فقط نديروا قطع صغار هكذا. نروحوا للماشين، هنا راني عامله في الرقم 4 هكذا. شوفوا يعني تحبوا تزيدوا تطويوها هكذا، يعني هاد الطويان تاع العجينه راه يخلي العجينه تزيد تنخدم، يعني بعد ما خدمناها في المره الاولى تزيد تنخدم بيان معانا هكذا. هكذا نزيدوا مره اخرى هكذا، يعني شوفوا
هكذا تخدم معنا العجينه وتعطينا هذاك الطور، ويجوا الاوراق يعني شفافين. هكذا نحطوها، نعملوا لها قليل من الفرينه، نحطوها في لو بلون دو طرافاي. هكذا نزيدو نطوو مره ثانيه. تحبوا ما تعملوش هذه العمليه ما تعملوش، يعني تنقصوا شويه تعب لروحكم. اللي ما خدمتش العجينه تعمل هذه العمليه، اللي خدمت العجينه بيان تاعها يعني ما تديرش هذه العمليه، ما تفتحش وتعاود، يعني تكون ديجا العجينه مخدومه بيان، تكون طاوحه يعني في العمل. هكذا نقدروا هذه ما نعاودولهاش. هكذا دائما نستعينوا هكذا بالقليل من طحين. هكذا نعملوا لهم لا فارين تساعدنا يعني باش العجينه ما تلصقش معانا. هكذا انا فقط راح ندير معكم ان بول. هنايا راح نروحوا للماشين ونعاودوا نديروها في الرقم الاخير. هكذا يعني راكم تشوفوا الماشينه تاعي راهي تبلوكي تالمو خدمت مسكينه، راهي خلاص وصلت الايامها الاخيره. هكذا في الرقم الاخير. هنايا نروحوا للعجينه هذه نزيدو نقسموها على اثنين، يعني اللي تحب الاشرطه طويله فتعمل يعني اشرطه طويله، اللي عندها المساعده شكون اللي يساعدها شكون اللي يحكم معاه العجينه كي تكون طويله. هكذا هكذا يعني شوفوا هذه الاشرطه. هكذا انا راهي تقسمت معايا لهنا، ننزعوها مباشره لا باس، يعني تقطعت معايا العجينه رغم انها مخدومه يعني، لكن شوفوا تصادفوا هذيك المفاجات. هنا ما نكثروش الفرينه باش ما تنشفش معنا وتولي تكسر، فقط القليل. هكذا هكذا نكونوا يعني هنايا فرشت بابي كويزين هكذا لهنايا، ونعمل هاد القطع هكذا نفرشهم هكذا كل قطعه على حده باش ما يلصقوش معنا. هكذا نزيدوا قطعه واحده عزيزاتي مع بعض، نزيدوا مع بعض قطعه اخرى هكذا باش نفهموا بيان يعني عجينه الرشته كيفاش هي سهل المبتلع، يعني سهله لكن خدمتها شويه تعب. هذه هي هكذا هذو الشرائط. هنايا يعني ما كثروش الفرينه اللي تحب في هذه المرحله، كذلك تحبوا تعملوا قليل من الزيت باسو تعملوا الزيت، يعني تاع الزيت راه يجي احسن واحسن تضمني باش ما تلصقلكش. هكذا يعني مع القطع الاولين هكذا رانا فرشناها كامل. درك نروحوا لجهه الرشته ونبداو يعني بالقطعه الاولى. هاي القطعه الاولى هاي نشفت معنا، شوفوا نشفت لكن ما تخلوهاش تنشف كثير. اذا كانت المطبخ سخون يعني خدموه غير بكميه قليله باش ما تنشفش معكم. هنايا شوفوا يعني هذه جهه الصفائح او الشرائح اللي تحط لنا الشرائح رقاق، هذه جهه شويه غليظه، وهذه جهه الرشته. لا ماشين تاع الرشته اللي ما تعرفهاش هاني يعني وريت لكم كامل الجهات الثلاثه واش تعمل. هذه الجهه الاخيره هي تاع الرشته، نحولوا هذا البرا يعني يتنحى ويعاود يتركب، يعني ديريه هنا ديريه هنا ديريه كذلك في الرقم عفوا في الجهه الاخيره. هكذا عنده يعني حاجز، شوفوا حاجز تشوفوا هنايا يعني في المنطقه اللي يدخل لك وتدخليه مباشره هنا وتقعدي هكذا يعني لو سونس من هذه الجهه لهذه الجهه، يعني مع عقارب الساعه ماهيش عكس عقارب الساعه، عكس عقارب الساعه هكا يعني تخرج لك العجينه، لكن هكذا راهي تدخلها لك. وهذه الجهه اللي تقطع لنا يعني عجينه الرشته. هكذا هكذا يعني يكونوا الشرائح ماذا بكم يكونوا كيما تاع البقلاوه باش تجينا العجينه شابه، تجي رقيقه، تجي شفافه. هكذا شوفوا ها هي بسم الله ما شاء الله. شوفوا يعني كيما ديري الشرائح هذو كيما ما تتكسر ما تعمل حتى حاجه. نزيدو نجيبو قطعه اخرى نعمرو هذا لاسيت ولا هذا الصحن وندوه نفورو قطعه اخرى. يعني والله عمليه ممتعه، متعبه وممتعه في نفس الوقت. هكذا هكذا يعني شوفوا هكذا يعني لما تكون العجينه مخدومه بيان هكذا يعني شوفوا الشرائح كيما ديريهم كيما ما يتكسروش معنا. شوفوا ها مطوال كيما حطينا قطعه
نزيدو قطعة أخرى طويلة شوية على القطعتين الأولين هذوك هكذا. يعني شوفوا نشفت معانا بيان وخدمت يعني بكمية قليلة باش ما تنشفش من معانا على ضربة وتولي تتكسر. هكذا ندوها يعني راني دايرة كسكاس. هنايا شوفوا اخواتي اني دايره كسكاس هكذا. كسكاس يكون الماء تاعو غلا هكذا وتحطيها مباشره، ما عندكش طريقه يعني اللي تقول لك حطيها هكا وحطيها هكا. لما تكون العجينه مخدومه بيان والله ما تغلبكش، ما تعييك، ما تعبك كيما تحطيها كيما تفور. هكذا نفوروها. انا نزيد كميه نفتحها ونرجعوا مع بعض. شوفوا هنايا اخواتي يعني بعد ما فارت معنا الرشته تاعنا هكذا نحاولوا افيك اون فورشيت ولا بيدينا ولا عندكش كامل. اعملي هذه الطريقه هكا يعني هكا وقلبي بالكسكس باش تضمني انه الرشته تاعنا كامل وصلها لا فابور هكذا. شوفوا بسم الله ما شاء الله يعني هكا فارت معنا. نطفيو عليها النار نحطوا الرشته تاعنا يعني هكا في قصعه هكذا. شوفوا يعني كاين تدبيره اخرى ولا استيس اخرى، لازم الكسكس تاعكم يعني تدهنوه بشويه زيت. شوفوا لما دهنتوه بزيت ما تسقطليش، ما قعدت فيه ولا شويه هكا تاع رشته هكذا. يعني نحاولوا نحلوها هكذا. بسم الله ما شاء الله راكم تشوفوا هكذا. شوفوا يعني شهيتكم في الجنه ما شاء الله. هاي عندنا لهنا شويه عقده يعني تعقدت لنا شويه. نحاولوا يعني شويه زيت ولا غير هكا بيدينا نحاولوا نفتحوا. هذه اللي تكون يعني قريبه لافابور كامل من تحت يعني تتعقد معنا هكذا. نفتحوها نديروا كذلك هكا شويه زيت هكذا. نحاولوا نعملوها شويه زيت هكذا باش تقعد يعني طريه معنا اطول فتره ممكنه هكذا. يعني شوفوا بسم الله ما شاء الله هكذا. شهيتكم في الجنه ان شاء الله هكذا. يعني الخيوطه تاعها ولا ما يتكسروا لما تكون العجينه مخدومه مليح. نخلوها تبرد، نديروها في تبرد غير شويه ما تخلوهاش حتى تنشف. نديروها دون زين ساشي يعني كونجيلاسيون ونعملوها في بورت مونجي. نعرفوا لما تعملوا ساشي يعني هكذاك وتحطوا عليها في الفريجيدير اشياء ثقيله يعني راح تكسر معكم كي تولي هكذاك يابسه وتولي ان غلاصون تتكسر معكم. ديروها في بورت مونجي ساشي وديروا بورت مونجي هكذا تضمنوا باش تبقى لكم هكذا كي تعاودوا ديكونجليها تبقى هكذا خيوطه معكم وتبقى شابه ما شاء الله. شهيتكم في الجنه. رايحين نتلاقاو ان شاء الله ليله المولد النبوي الشريف باش نطيبوا الرشته تاعنا ونشوفوا الديكور تاعها مع بعض ان شاء الله. شهيتكم في الجنه. الى فيديو اخر بحول الله.